شخص يرتدي العقال سلم على شخص ثاني وقبله من حلقه. سيف ملح مرشوش وبقلبي ثابت. يا عباس شو تقول؟ اقول انا اخلو ابقى ساكت؟ لا ابقى ساكت. قول ابقى ساكت. يا الله. السلام عليكم. شنو سالفة هذا المقطع اللي انتشر؟ هي خربت والوادم تغيرت. اكو ناس اختصاص حللوا هذا الموضوع وقالوا انه هاي القبلة من الحلق للرجال هي تعد للثقة والحب والترابط، وهذا الشيء سوى ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي. بس صدق هاي السالفة ما صايرة عندنا، لكن اني ما راح اكتفي بهذا الكلام وراح اخابر عمو. السلام عليكم عمي، انا طايح بمشكلة واريدك تحل اياها. وعليكم السلام. طبعا اكيد راح اساعدك. شنو المشكله اللي تواجه؟ شوف المشكلة، اكو فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، شخص يرتدي العقال قبل شخص ثاني من حلقه. انا اسف لسماع ذلك. اذا كان الفيديو يسبب لك الازعاج او القلق من الافضل ان تتجنب مشاهدته. اذا كنت تشعر بان هذا الفيديو يؤثر عليك بشكل سلبي، شوف وين يسولف قد يكون من الافضل لا حبيبي افتهمني، انا صارت مشكلة واريدك توضح لي السبب ليش الرجل قبله من حلقه وشنو معناتها وشنو يدل. فهمت عليك. تقبيل الاشخاص من الفم قد يكون له معاني متعدده حسب الثقافه والسياق. اريد حسب الثقافه العراقيه او حسب الثقافه العربيه، يعني شنو يدل؟ اسمع منك. الثقافه العراقيه والعربيه تقبيل الرجال من الفم ليس سلوكا شائعا ومألوفا. في الغالب التقبيل يعبر عن المحبه والاحترام في اطار العلاقات العائليه او بين الاصدقاء المقربين. يظهر مشهدا غير معتاد او غير ملائم، قد يكون ذلك بسبب اختلاف في العادات او تقاليد معينه. من المهم دائما احترام. هسه عوفنا من هاي السوالف كلها، اريدك تعطيني خلاصة الكلام، شنو يدل وليش قبله من حلقه؟ رغم ما هو يعني ناس كبار بالسن وناس واصلين، فهم ما معقوله انه يسيئون للزي العربي او يسيئون للقيم والعشائر، ما معقوله. فاعطيني تفسير لهذا. انا فاهم شعورك. في بعض الاحيان التصرفات مثل هذه قد تكون نتيجة لسوء الفهم او اختلاف في الثقافات، أو قد تكون مجرد تصرف عابر في موقف معين. المهم هو أن نحاول دائما أن نفهم الأمور بشكل أعمق ونتعامل معها بحذر واحترام. إذا كان هناك أي شيء يزعجك أو يثير قلقك، من الأفضل مناقشته مع الأشخاص المعنيين. لا حبيبي أنا ماكو شيء يزعجني، بس أنا أريد أوصل رسالة للعالم، أريد أقول لهم إنه هذا الشيء هو مثل ما أنت تفضلت يعبر عن الحب وعن الاحترام، فهذا الشيء اللي أريد أوصله للعالم، وأريد شيء يعني انه الناس تقتنع به. افهم تماما انك تريد توصيل رسالة مهمة. اذا كان الهدف هو نشر الفهم والاحترام المتبادل بين الناس، من الجيد التركيز على التعليم والتوعية حول الاختلافات الثقافية. يمكنك استخدام الأمثلة والحوار المفتوح لتوضيح أن التفاهم والاحترام شكرا عمو، شكرا عمو لوقتك الثمين وممنون منك. على الرحب والسعة. إذا احتجت أي شيء آخر لا تتردد في السؤال. كاف ما احتاج بعد زي ما قلنا. خلص رصيدي. مثل ما شفتوا حتى عمو من خابرته وقلت له يا الموضوع كذا وكذا وكذا وكذا، قال لي كذا وكذا وكذا وكذا. خلاصة الكلام انه هذا تقبيل الرجال من الفم هو يعتبر يعني يعبر عن الحب وعن الاحترام. فمثل ما تعرفون احنا عندنا هذا الشيء عيب وحرام، لكن هو له تفسير ثاني، فما اعرف بعد شنو تفسيركم لهنا، ونكون وصلنا وياكم لنهاية هذا الفيديو، ونشوفكم بالفيديوهات الجاية. باي باي.